يلا بينا نحضر ماتش الاهلي واورلاندو من قلب ثالثه شمال. عايز اعمل سلسله حلقات كده بعنوان مثلا الطريق نحو ال 13. فاحنا عندنا فيديو في دور الثمانيه وفيديو في دور الاربعه، وان شاء الله فيديو الفاينل. واعتقد الفاينل ده هيبقى ماتشين، لان انا حاسس ان هو هيبقى قدام بيراميدز. اول حاجه عايز اتكلم عليها اكيد الجمهور النهارده شكله يفرق. ده الجمهور اللي انا نفسي يبقى موجود في كل ماتشات، حتى ماتشات الدوري. ازاي؟ ما اعرفش. جمهور الاهلي النهارده 10 على 10 على 10 على 10. اول اورلاندو مش عارف ازاي يعني لعيبه الاهلي بتغلط غلطات ساذجه جدا، خصوصا في خط الدفاع. سمعت ان الجمهور مس على اكرم توفيق، واكيد الزمالك بسبب امام، بس انا ما شفتش حاجه، فلو حد عنده فيديو ممكن يحطه لنا في الكومنت. الجون التاني مش محتاج انا اتكلم، انتوا سامعين الجون التاني عمل ايه؟ خلص الماتش. الاهلي النهارده خسر في ارض وسط جمهوره. النهارده 18 يناير ولا صفقه جت لحد دلوقتي. معرفش الاهلي قادر يكمل بالشكل ده لحد نهايه البطوله، او هيكمل لحد فين في البطوله بالسكواد. يلا نروح نلحق مؤتمر كولر ونساله على موضوع الصفقات دي. اوفسايد اللعبه دي ما عرفتش اسال كولر بسبب العدد الكبير اللي كان موجود، وبس كده الحمد لله.